الساعه ما نجمش نقعد نعلق على بيان معناها فهمت. ليكيب اللي عندها حق المفروض راهي تمشي تشكي. انا البلاغات والبيانات هذوما ماهوش باش يغيروا حد شيء، لانه الموقف اللي يكون عنده موقف قانوني سليم راهو ما يضيعش وقته في البيانات والبلاغات، خاطر في الاخر اذا كان فما باش يصدر قرار مش من عند الراي العام ومش من الجمهور، القرار يصدر من الهياكل المختصه اللي هي الفيفا. هذه حاجه الاولانيه. اثنين، ما نمشيوش في بالنا انه تي بي مازامبي اللي هي رياضيا راهو كرويا على مستوى عالي، معناها راهو في الهيكل نتاعها زاد على مستوى عالي، هذا لازم نفهموه. راهو سي لافريك راهو القضيه نتاع كون زامبير، الوضعيه نتاع كون زامبير راهي تضحك، راهو من الوضعيات النادره اللي ممكن نتراها كان في الافريق. هذايا لاعب عام 2020 ليكيب تاعو بازانو سلفته إعارة في شكل إعارة مؤقتة ل3 مواسم لتي بي مازامبي. صار من بعد الكوفيد اللاعب سجلوه مؤخر تي بي مازامبي بعد تقريبا 8 شهور من الإعارة. قالت إنه أنا الإعارة نتاعي تولي فما العام هذاك تاع الكوفيد ما تحسبش. دونك جوور يوفى في السيزون 2023-2024 يوفى الإعارة نتاعو، وصار نزاع بينهم وبين بازانو في امام الفيدراسيون غادي كونغوليز، وقعدوا الجوور الى 2024 كي يوفى الكونترا نتاع البري مع واش يعمل يصير الجوور؟ يصير ان روتور دو بري يرجع لليكيب نتاعو. احنا عندنا الكونترا نتاعو مع ليكيب نتاعو هي بازانو يوفى 31 جانفي 2025 اللي هو مصح جوور 5 سنين. اليوم ما عادش مع تي بي مازامبي وفات الاعاره. اللاعب كان مصر على انه يفسخ العقد من جانب واحد ويدفع باقي العقد نتاعو التعويض. بالطبيعه التعويض راه مش معناها قيمه باقي العقد، تدخل برشا معطيات اخرى، لكن اللاعب من حقه باش يفسخ خارج الفتره المحميه بعد 3 سنين، يبعث تنبيه 15 يوم بعد نهايه اخر مباراه رسميه ويفسخ العقد ويدفع تعويض من غير ما يتعاقب ل4 شهور ولا شهر ولا 6 شهور. هذا قمنا به وبعثنا لهم مراسله وفسخنا له مع بازانو. مشى اللاعب ووقع عقد مع الرجاء المغربي، من بعد لاسباب ذكرتها انا المره من غير ما نعاودها ونكررها. اللاعب اصر انه يفسخ العقد لانه نادي الرجاء ما كانش ملتزم ولم يكن بمقدوره الالتزام بالالتزامات الماليه اللي تعهد بها واموره الاداريه وممنوع من التسجيل الى اخره. اللاعب اصر انه يفسخ وفي الاخر فسخ العقد نتاعو. اليوم نسمع انه تي بي مازامبي تقول لك لا الجوار نصح معايا كونترا حتى ل 2025. خويا خلينا نحكيو ببساطه، انت تصور اليوم جمعيه في تونس تسلف اللاعب نتاعها لمده موسمين لجمعيه اخرى، يكمل البريم نتاعو، تقول له الجمعيه باش يرجع لي الجوار نتاعي، تقول له لا راني نمسح معاه 3 سنين ولا 4 سنين. انا معقول هذا؟ تمشي بالمنطق البسيط. تقريبا واحد من الجمهور يقول لك لا مش معقول. الكونترا نتاعو عقد الشغل نتاع اللاعب ما يلزموش يتجاوز فتره الاعاره، لانه هو معار، لانه هو انتقاله ليه كان مؤقت ماهوش انتقال نهائي. كيفاش تي بي مازامبي تتسلف الجوار وتعمل له كونترا يفوت الفتره نتاع البري وتطالب بفلوس؟ هذا اليوم ما عنده قال لك عندهم كونترا فيه 5 سنين وفيه قيمه كلوز ليبراتوار ب5 مليون ب2 مليون. احنا تو شفناه الكونترا هذه الساعه ما عندنا حتى علم، واللاعب ما عنده حتى علم بالكونترا هذه حتى 2025. اما هي بسطت لك حتى الناس تفهم. حتى الريغلومون تاع الفيفا واضح، لا يمكن لعقد الشغل الموقع مع اللاعب ان يتجاوز فتره الاعاره. انا تي بي مازامبي ولا غيره مرحبا بهم ينجموا يشكيوا. تقول لي بازانو تي بي مازامبي اللي يحب يشكي مرحبا به، ولا عنده حق على اللاعب في بقيه العقد نتاعو اللي هي بازانو عندي انا تاخذ التعويض نتاعها عادي. راهو هذا باش تاخذ تعويض بسيط واللاعب عارف الشيء هذا وما عنده حتى مشكل مع الشيء هذا.